أهلا بيكم. بداية فيلمنا مع جيسون قاتل محترف، وكان راكب عربيته رايح ينفذ مهمة مطلوبة منه. وأول ما وصل للمكان المطلوب اكتشف إنه مصنع ألعاب، والضحية بتاعته هي صانع ألعاب مشهور اسمه هانز. وهانز كالعادة بتاعته كان قاعد في الورشة بيشوف آخر الألعاب اللي اتصنعت وبيطمن على كل حاجة. ووقف قدام صندوق موسيقى عليه لعبة وعجبه الجودة بتاعت صناعتها، فخدها معاه ومشي من الورشة وطلع على مكتبه. والمكتب كان بيفتح بكارت من نوع خاص. المهم بيدخل مكتبه وبيمسك صورة لوالدته كانت ماضية عليها بنفسها. وجيسون تحت شاف ان هانز في مكتبه، ففكر ان ده الوقت المناسب لاغتياله، وبدأ فعلا يستعد وحط كاتم صوت لمسدسه ولبس قناع على وشه وهيبتدي ينفذ المهمة. بعدها بنلاقي حارس امن المصنع سمع صوت بره، ولما قام يشوف في ايه لقى موبايل مكتوب عليه رسالة ان في قنبلة على وشك الانفجار. وبدأ العد التنازلي، والحارس طبعا خاف جدا واستخدم الكارت اللي معاه عشان يفتح الباب، بس جيسون كان مستنيه وضربه بسهم مخدر واخد منه الكارت اللي بيفتح الباب، وكمل في طريقه لمكان الكاميرات وعرف منها مكان الحارس التاني. بعدها طفى كل الكاميرات وراح ورا الحارس التاني وخدره بنفس الطريقة. بعدها راح على مكتب هانز اللي اتخض اول ما شاف جيسون وأمن مكانه بسرعة، لكن جيسون ما عطلوش فرصة وضربه بمسدسه وقتله، ووقع على صورة والدته اللي كانت موقعه له عليها. وجيسون شاف التوقيع ده وكمان شاف نفس اللعبة اللي عجبت هانز وخدها معاه. بعدها جيسون بيركب الطيارة من تاني علشان يرجع لبيته، واستخدم موبايله عشان يبعت رسالة للعصابة بانه خلص المهمة بتاعته في انتظار فلوسه. لما كان جيسون في المطار شاف في الاخبار خبر وفاة هانز، والمذيعة كانت بتقول انهم شاكين ان اللي عمل كده قاتل مأجور. بعدها طلع على سلم الكهرباء وشاف عروسة على ظهر طفلة، لكن ما كانش مرتاح من منظر اللعبة دي. ولما جيسون وصل للفندق المقيم فيه لقى لعبة تانية على مكتب الاستقبال، واللعبة دي كانت من صنع مصانع هانز وما كانش مرتاح لها، حتى لما طلع الجناح بتاعه شاف بطة في المية ونقلها للبلكونة. بعدها جيسون اخد حمامه وروق على نفسه على الاخر، ولما خرج منه حط اللعبة اللي خدها من هانز على الرف. بعدها بلحظات فتح اللابتوب بتاعه واتأكد ان تحويل الفلوس وصل، وكمان لقى مهمة جديدة في لندن، بس قرر ان هو يرتاح شوية. وبينام جيسون لكن صحي على صوت تخبيط على الباب، فبص في الكاميرات لقى موظفة الاستقبال بتخبط وفي ايديها صندوق. بعدها سابته ومشيت. جيسون راح فتح واخد الصندوق، وطبعا بيبقى مقلق جدا من الصندوق ده وخايف يكون مفخخ او فيه قنبلة، وبدأ يفتح فيه بهدوء واتفاجئ لما ملقاش اي معلومات من الراسل، بس لاحظ وجود رسمة لوش كان موجود على صوت هانز. ولما فتح الصندوق لقى مجموعة ألعاب لجنود جيش بأسلحتهم ومعداتهم، وكان مكتوب عليه إنه من صناعة مصانع هانز، وكمان في لزقة في الجنب بتقول له إن في مفاجأة إضافية في الداخل. الموضوع كان مرعب بالنسبة لجيسون ومش فاهم أي حاجة. المهم بدأ يمسك الألعاب دي ويفحصها وما لقاش فيها أي حاجة. بعدها ساب الصندوق كله وراح ياخد له كاس، وفجأة جيسون سمع صوت. لما بص على مكان الصوت لقى إن صندوق الألعاب وقع كله على الأرض، فقرب من الصندوق واتخض لما لقى الصندوق فاضي وكل الجنود اللي كانت جواه مش موجودة. بعدها جيسون لاحظ ان في حركة في الستاير فاتحرك، ولما راح هناك ما لقاش اي حاجة. وفجأة لقى نور الاباجورة انطفى. راح على هناك لقى ان سلك الكهرباء بتاعها مقطوع. بعدها لقى انوار المطبخ بدأت تنطفي كلها، وفجأة حس بضربة جامدة في رجله، ولما بص على مكان الضربة اكتشف انها سلاح لعبة. بعدها بص تحت الكنبة عشان يشوف ايه اللي ضربه، وفجأة اتفتح عليه النار. طلقات صغيرة لعبة بتطير عليه من كل حتة جاياله من تحت الكنبة، وبالرغم ان الرصاص ده صغير الا انه بيعور جامد. جري بسرعه واستخبى ورا الحيطه، ولما بص من تاني الرصاص اشتغل عليه بقوه. ومش بس كده، لقى RPG اتضرب عليه وجا في ركبته واصابته كانت جامده. ساعتها جيسون جري واتدحرج على الارض، ولما لقى ان ضرب النار ما وقفش جري على الحمام. ابتدى جيسون يتحقق من الجروح اللي في جسمه، ومسك مرايه وشاف ضرب النار من انعكاسها، وكان الهدف الاساسي هو ضرب كل وسائل الاضاءه اللي موجوده في المكان. وفي الاخر وجهه صاروخ ناحيه المرايه اللي انفجرت في وش جيسون وشظاياها دخلت في وشه. بعدها بنلاقي جيسون وقف قدام المراية وابتدى يعالج نفسه من الجروح اللي فيه. بعدها راح على الأوضة المرتبطة بنفس الحمام، وهناك خد المسدس بتاعه وخرج للجنود دول وبدأ يضرب عليهم بالنار، بس عساكر الجيش ما وقفتش ضرب. وجيسون قدر يوصل للبار بتاعه، ومن هناك سحب رشاش صغير وبدأ ضرب نار في الكنبة كلها وفرغ الخزنة كلها فيها. بعدها شال الكنبة ومسك مسدسه الأولاني، واتفاجئ أول لما شاف إن اللي كانوا بيضربوا عليه نار هم ألعاب الجنود الصغيرة اللي جات له هدية من مصانع هانز. ولقى ان كتير من الجنود دول ماتوا، بس الباقيين كانوا بيخلوا المصابين وبيجمعوا اسلحتهم وبينظموا صفوفهم عشان يبداوا الهجوم من تاني. ولما جيسون داس على 2 منهم ردوا عليه الهجوم تاني، بس جيسون ما رحمهمش وفضل يضرب عليهم نار. وفجأة ظهرت الطيارات في الجو وبداوا يضربوا عليه صواريخ، بس لحسن حظه قدر يتفاداها في اخر لحظة، وطيارة منهم قربت منه وقطعت في وشه بالمروحة بتاعتها لدرجة ان جيسون مسدسه وقع منه وبدأت تضرب عليه الصواريخ
صواريخ بقوة، لدرجة ان جيسون هرب ورجع على الحمام من تاني، ووقف قدام المراية لقى وشه مليان جروح وكمان ايده كانت متشرحة جامد. المهم غسل جروحه وطهرها وربط ايده، ولسه هيخرج من الباب لقى صاروخ اتضرب بقوة في الباب وعمل فيه فتحة كبيرة ودخلت منه طيارة. جيسون خد الفوطة ورماها على الطيارة ومسك الطيارة وفضل يكسر فيها، وفجأة دخلت طيارة تانية من نفس الفجوة وضربت عليه النار، بس لحسن حظه انه قدر يتفاداها والطيارة خرجت. بعدها جيسون لقى الطيارة اللي في الفوطة بتتحرك فخدها ورماها في القعدة وشد عليها السيفون وجاب الفوطة وحاول يسد الفجوة اللي في الباب، لكنه فجأة سمع صوت جاي من القعدة فجاب الاستشوار وحطه في قعدة التويلت وكهرب القعدة كلها. وطبعا الجنود قتلتهم الكهرباء، بس اللي عمله ده عمل قفلة في البيت كله والكهرباء كلها اتقطعت في البيت. بعد شوية لقى خيط وإبرة وبدأ يخيط في الجروح بتاعت رجله وبدأ يجمع أسلحته اللي كانت عبارة عن بيروسول وولاعة. وبعد شوية جيسون لمح خيال بيتحرك ورا الباب ولقى ان في ورقة مبعوتاله، ولما بص عليها لقى كلمة واحدة استسلم، فمسك الورقة وكتب عليها شتيمة وبعتها تاني. ابتدى يحرك الفوطة من مكانها علشان يعرف ايه اللي بيحصل بره، لكنه لقى قذايف مدفعية جاية عليه وقدر يهرب في اخر لحظة. والحقيقة ان القذايف دي كانت قوية جدا، عملت فتحات جامدة جدا في الباب. بعدها جيسون طلع من الشباك وبدأ يمشي على الحرف، لكن الجنود ما سابوهوش في حاله وحركوا الطيارة ورا منه. وفجأة الطيارة شافته وفضلت تضرب عليه نار وصابته في ودنه إصابة جامدة جدا. جيسون تماسك وضرب عليهم آخر رصاصة معاه ونجح انه يصيبهم. بعدها بيوصل للبلكونة بتاعته من تاني، وجيسون فضل مستخبي جوه البلكونة يراقب في الجنود وهم بيحضروا لهجومهم الجاي. كان بيفكر ازاي يواجههم، ولقى بطة لعبة وولاعة وطفاية حريق، وساعتها جات له فكرة للهجوم عليهم. رمى البطة في حمام السباحة عشان يشتت الجنود، ودخل بعدها بطفاية الحريق اللي ضربها في الجنود اللي كانوا على المدفع. والجنود التانيين اللي على العربية ولع الولاعة بتاعته ورش البيروسول عليهم وقدر ان هو يحرقهم. بعدها مسك السكينة وبدأ يقطع الباقي منهم. ولما طفاية الحريق خلصت الجنود اللي على المدفع ابتدوا يفوقوا، بس قبل ما يتحركوا جيسون هجم عليهم بصندوق الألعاب وفضل يموت فيهم. بعدها بدأ يجمع الجنود الميتين عشان يعرف ايه اللي جواهم، بس الحقيقة انه ملقاش اي حاجة غريبة فيهم. وعلشان يتأكد ان مفيش اي حد منهم مستخبي لسه جمعهم كلهم وقعد يعدهم ودخلهم جوه البوتاجاز وحرقهم. بعدها جيسون بدأ يرتاح شوية ونزل حمام السباحة عشان يسترخي ويهدئ أعصابه، وفجأة سمع صوت وحس بحاجة بتقطع في ايديه. جيسون اتخض وخرج من المية بسرعة، ولما بص على الجرح بتاعه لقاه عميق. جري بسرعة وراح استخبى في اوضته، وهناك حاول يخيط جرحه لكن ما قدرش بسبب ان ايده كانت بترتعش جامد. المهم لف الجرح كويس ولبس هدومه بسرعة وكان عايز يهرب من المكان كله. وفعلا طلع من البيت وركب الاسانسير لكنه كان خايف وقلقان. وفجأة سمع صوت غريب، والصوت بدأ يقرب واحدة واحدة لحد ما فجأة انفجرت لوحة التحكم بتاع الاسانسير كلها، والاسانسير وقف. وفتحة السقف بتاع الاسانسير نزل منها جندي انتحاري اقوى من الجنود التانيين واكبر منهم في الحجم. الجندي ده دخل لجيسون وحاول جيسون يدور عليه بالكشاف، لكن الجندي ده كان سريع جدا وكان عمال يقطع في رجل جيسون بالسكينة اللي معاه، كمان نط لفوق وعمل له جرح في ايده. بعدها بنلاقي الجندي خرج من الاسانسير وبدأ يفجر حاجات فوق الفتحة بتاع الاسانسير، وجيسون بيحاول يخرج من الفتحة بتاعة الاسانسير لكنه لقى الجندي قدامه اللي كان بيستعد لقتله وخلاص هيخلص عليه. لكن جيسون لحق نفسه ونط فوق ظهر الاسانسير التاني. بعدها نزل من الفتحة جوه الاسانسير التاني، والصدمة ان الجندي كان مستخبي في جزمته. واول ما دخل الاسانسير خرج منها ومسك سكينته، فضل يعمل اصوات غريبة ومخيفة وبدأ يطعن في جيسون بقوة، بس جيسون ضربه بايده. وفي اللحظة دي الاسانسير وصل للدور الارضي والباب اتفتح، لكن جيسون كان مرمي على الارض وقرب يغمى عليه. وفي الوقت ده الجندي قرب منه علشان يخلص عليه ويقتله، لكن فجأة جيسون هجم عليه ومسكه جامد وقرب راسه من باب الاسانسير وبدأ الباب يقفل عليه. لكن الجندي كان حاطط ايده عشان يمنع الباب يقفل، لكن الباب كان اقوى من الجندي والباب قفل عليه وقتله. واخيرا جيسون خلص عليهم كلهم. لكن المفاجأة هنا ان جيسون بدأ يسمع صوت قنبلة في الجزء اللي باقي من الجندي ده، ولما اتحقق من الموضوع اكتشف ان الجندي ده انتحاري وكان مفخخ، وبمجرد موته القنبلة اللي جواه اشتغلت. ساعتها جيسون بيضحك وبيستسلم تماما، واللعبة بتنفجر في المكان كله وبيموت جيسون. بعدها بنرجع من تاني لشقة جيسون وبنكتشف ان المفاجأة اللي كانت جوه صندوق الالعاب كانت قطعة زيادة من اللعبة دي عبارة عن جندي انتحاري، وده الجندي اللي انفجر في جيسون وقتله. ودي كانت ملحوظة مكتوبة بخط الايد من هانس. واخر مشهد في الفيلم بنشوف صندوق الموسيقى بيشتغل وبيعزف مزيكة هانس. وبكده يكون خلص فيلمنا. ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة علشان اللي جاي عظمة.
سلام.